الطب كان علم واسرار، والعطار كان هو الراجل اللي بيفهم في كل حاجه، من اول ريحه الورد لحد علاج الوجع. ممكن كمان يفك عمل او يجيب الحبيب، لان زمان قبل ما نعرف دكاتره بالبلطو الابيض وصيدلات بتبرق، كان العطار هو طبيب الغلابه وحكيم الناس. كنت تروح له وانت بتشتكي من اي حاجه، وهو بخبرته اللي ورثها عن اجداده يعرف تشخيص حل. كان بيعتمد على اللي سمعه واللي شافه طول عمره، ويخلط لك الاعشاب اللي ربنا خلقها عشان تشفيك. يعني مثلا لو بطنك وجعك يديك شويه ينسون، ولو عندك التهاب في اي حته يديك حلب، صدرك مقفول وعندك كحة يوصيك بالزعتر. حاجات كده من أعشاب الأرض. منهم كانت الحاجات اللي بتبقى فعالة فعلا، زي الكركم اللي بيطرد الالتهابات. منها كان بيعتمد على حكايات ومعتقدات، زي ما كانوا بيستخدموا الخيوط الحمراء عشان يبعدوا العين والحسد. العطار ده ما كانش بيدي روشتة على ورق، لا ده كان بيحتفظ بمهنة كانوا مسمينها كراريس الأسرار. كراسات قديمة فيها كل الأسرار والوصفات اللي عملها جيل ورا جيل. تلاقي وصفة فيها الدهن العود عشان الصداع، أو مية ورد عشان تهدي الأعصاب. كانت أسرار بجد ما يشوفهاش غير اللي هيورث المهنة من بعده. بس مش كل عطار كان ضميره صاحي أو علمه نضيف، زي ما في الطيب في اللي بيستغل الناس وحاجتهم. هنا بقى العطار كان بيستخدم دور الدجال والسحر الشعبي. كان ممكن يبيع لك حجر البخت، حتة حجر عادي جدا على أساس إن هو حجر مهم وهيغير لك حياتك، أو يعمل لك شعوذة حب. ومن أشهر الحاجات اللي كانت موجودة كده زمان، كانت البنت اللي بتحب واحد تروح للدجال تقول له أنا عايز أعمل سحر إيه؟ قلب الحبيب. الحته دي بلس 18. يستخدم شويه اعشاب مجهوله المصدر ويحط عليها ولا مؤاخذه حيض. وكانوا بيستخدموا التعويذه لاي كلام على اساس ان دي بتجلب الحبيب. وكانوا بيدعوا ان في اعشاب نادره بتعالج العقم، او ان في زيت افاعي وهمي بيشفيك من اي مرض. وكانوا دايما بيدعوا ان زيت الافاعي ده بيشفيك من مرض السرطان، لان في ساعتها كان مرض السرطان ملوش علاج، وكل الناس محتاسه ايه المرض ده اصلا. كانوا فاكرينه زي مرض الحساسيه. كانوا بيعملوا خلطات سحريه زي ورق الغار اللي كانوا فاكرينه بيحمي من العين والحسد. ويبيعوا للناس اللي بيبقى قلبها متعلق بالخرافات، الناس اللي بيبقى عايز حد يضحك عليها بجد. انما بقى العطار الشاطر اللي عايز يكسب باي طريقه، كان ممكن يبيع لك نفس التوابل اللي بتتحط على الاكل على اساس ان هي توابل بتعالج من عديد من الامراض، وانت تشتريها باضعاف ثمنها، ولو ان هي شويه فلفل اسود مثلا. وكان في غرف سريه في دكاكين شويه من العطارين ما يدخلهاش غير ناس مخصوصه، او اللي عايز يعمل حاجه غريبه، واللي في الاغلب كانت بتبقى سحر. لان الغرف دي كانت فيها حاجات اغرب من الخيال. اعشاب نادره بيقولوا ان هي بتجيب الحظ، حيوانات مجففه زي التعابين والخفافيش عشان تبعد الجن مثلا. ممكن تلاقي كتب ممنوعه زي شمس المعارف اللي كلها طلاسم واسرار غريبه. شمس المعارف اللي ربنا حرمه دنيا واخره، ساعتها كانوا بيقروه كانهم بيقروا روايه. كانوا بقى بيستخدموه في الطب السحري، وده اللي خلى الطب الحديث يتاخر شويه عندنا. وحتى بين العطارين نفسهم كان في لغة سرية، كلام مشفر عشان محدش يفهم لغتهم غيرهم. زي كلمة كانت مشهورة بينهم، دم التمساح. دي كانوا بيقصدوا بيها زيت معين لونه أحمر. أو كانوا بيستخدموا رموز بالإيد أو على الجردل اللي بيبقى فيه التوابل، زي 3 نقط حمراء دي بتبقى حاجات للرجال فقط. أو الهلال الأزرق دي بتبقى حاجات مباركة للدين للبخور، شعائر الدينية من الأكل. وبعض العطارين في التاريخ كانوا بيشتغلوا كجواسيس، يخفوا رسائل في براميل التوابل أو يدسوا سموم في أعشاب علاجية. كانت في وصفات اختفت وحرمت دوليا بسبب إن هي وصفات غريبة، زي زيت البكاء اللي كانوا بيستخدموه عشان يعذبوا الناس ويطلعوا منهم الحقيقة. بس مش كل حاجة كانت طب ودجل. العطار كان ليه دور اقتصادي ضخم، كان هو تاجر التوابل الأصلي، السلعة اللي كانت أغلى من الذهب في أوقات كتير، اللي خلت كريستوفر كولومبوس يكتشف أمريكا، اللي خلت بريطانيا تحتل الهند. والتوابل دي كانت بتربط الشرق بالغرب، وبتخلي الناس تسافر آلاف الأميال عشان تجيبها. دول كانوا بيعملوا لها طرق مخصوص، طريق رأس الرجاء الصالح. في العصور الوسطى العطارين هم اللي كانوا بيسيطروا على تجارة الفلفل والقرفة والهيل. تخيل ان في الوقت ده التوابل كانوا بيبدلوها بالعبيد او بالاراضي. كانت مهمه في الطبخ طبعا، بس كمان كانوا بيستخدموها في الطب، زي الكمون والكراويه اللي بتستخدم في حفظ الاكل او في علاج الانتفاخات. العطار اصل صناعه العطور والريحه الطيبه. ومن اجمل الادوار اللي كان بيلعبها العطار هو انه كان صانع العطور الاول. كلمه عطار ذات نفسها جايه من كلمه عطر، يعني ريحته حلوه، فكان هو اصلا بتاع الريحه الطيبه. زمان العطور ما كانتش رفاهيه بس، لا دي كانت مربوطه بالطب والدين كمان. العطار كان بيستخدم تقنيات قديمة زي التقطير بالبخار اللي اخترعه المسلمين في العصر العباسي عشان يستخلص الزيوت من الورد والياسمين. وكانت العطور لها دلالات روحانية، زي المسك والعنبر اللي كانوا بيربطوها بالطهارة في الإسلام، أو اللبان اللي كان بيستخدم في الطقوس المسيحية. حتى النعناع، كانت في ناس بتعتقد إن النعناع بيطرد الجن أو الشياطين. وزيت الزيتون المعطر كانوا بيستخدموه في التدليك العلاجي. كان العطار بيحضر الزيوت العطرية بنفسه ويعمل عملية تقطير الأعشاب والزهور عشان يطلع روح العطر. كمان كان بيعمل البخور والمركبات اللي كانت بتستخدم في الطقوس، وعطور للجسم والشعر زي دهن الورد. يعني كان عنده قسم كامل للعطور في دكانه، زي صيدليات اليومين دول اللي دايما بيبقى فيه قسم كامل لمنتجات التجميل.
لما نرجع لناحية الطب، ومع تطور الزمن بدأت مكانة العطار إن هو يبقى طبيب تختفي، عشان لما العلم اتطور واكتشفوا الكيمياء الدوائية، العلاج اتحول من أعشاب بسيطة لمركبات كيميائية دقيقة. والدولة عملت قوانين يمنع أي حد يوصف دواء إلا لو كان دارس صيدلة. والتشخيص والعلاج بقى حكر على الدكاترة اللي خريجين من كليات الطب المعتمدة. ومع انتشار العلم والوعي، الناس بدأت تفهم إن في خلطات شعبية كتير مش صح أصلا. لكن أوروبا انحرفت من اتجاه العطور العشبية وبدأت تتجه للعطور الصناعية، وبدأ يظهر شركات كبيرة. الناس بدأت تشتري عطور جاهزة من المحلات الفخمة، والسوق نفسه بدأ يتخصص، ده صيدلي، ده بتاع عطور، ده عطار. يا دوبك توابل، أعشاب، مقتصر على الأكل بس. فالعطار اضطر يركز على اللي عليه طلب، منتجات الأكل بس برغم كل ده المهنة ما اختفتش تماما. لسه في رجوع للطب التكميلي والأعشاب، والعطارين الجداد بيحاولوا يجمعوا بين التراث والعلم، بس بضوابط صحية أكتر وأبحاث علمية مكثفة. الخلاصة، العطار زمان كان راجل دين، طبيب، كيميائي، وكمان تاجر في شخص واحد. مهنته كان خليط غريب بين العلم والتجارة والخرافة، وكانت بتعكس شكل المجتمع قبل الحداثة. النهاردة المهنة دي اتحولت لتجارة توابل وعطور أكتر، لكن إرث العطار لسه عايش في ثقافتنا حتى الآن. لو زرت أسواق العطارين في مصر أو المغرب أو العراق، لسه هتحس بريحة التاريخ والروح الحلوة اللي كانت موجودة زمان. العطار ما كانش بيبيع أعشاب بس، لأ، ده كان بيبيع أحلام وشفا وأسرار بتتحكي على مهنة. وفي سوريا كان في خرافة مشهورة عن جن اسمه أبو عطار. الجن ده كان بيظهر للي بيغش في الميزان أو يبيع توابل غلط. هنا بقى الحياة والموت.